ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم اكله مصريه اصيله جدا. هنعمل مع بعض كده فراخ بلدي بالفريك، معاها بقى شويه من الكشك كده. بصوا مش قادره اقول لكم الاكله دي سهله ازاي وطعمها حلو ازاي. هعلمكم طريقه في سلق الفراخ بتخلي الشوربه بتاعه الفراخ بجد رهيبه. اول حاجه هنا معايا معلقتين من السمنه ومعلقتين من الزيت، هيسخنوا كويس جدا. هنزل فيهم بالفرخه بتاعتي وتكون النار بتاعتي عاليه زي ما انتم شايفين اهو. والكبد والقوانص مغسوله كويس جدا، والفرخه طبعا عامله لها محلول نقع بالملح والسكر. دلوقتي بقى هقلب الفرخه على الناحيتين بحيث تاخد لون اصفر كده، بس من ناحيتين يعني اكني بشوحها بالظبط. نزلت بقى هنا بجزرايه متقطعه مكعبات، وكمان بصلايه، وفصين من الحبهان، وواحده من القرنفل، واتنين من ورق اللورة. عايزه اقول لكم بتفرق جدا جدا في الطعم. معايا بقى معلقه من الملح، ونص معلقه صغيره من السبع بهارات، وربع معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من بهارات الفراخ. هنزل بقى عليها بميه مغليه، لازم ننزل على الفراخ بميه مغليه تغطيها. هسيب الفراخ بتاعتي بقى تغلي، وبعد كده هوطي النار. هنا لو في اي ريم طالع من الفراخ بتشيليه. وبس كده هيبقى عندك احلى فراخ مسلوقه طعمها رهيب بجد. الشوربه بتاعتك بتبقى مسكره جدا. بلاش تحطي مكعب ماجي او الحاجات دي. اولا الفرخه بلدي بتنزل شوربه حلوه قوي، واحنا حطينا البهارات اللازمه، ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبهارات فراخ. يلا بينا بقى نعمل مع بعض الفريك. فريك يعني سمنه، حطيت 3 معالق كبار من السمنه ومعلقتين من الزيت، هيسخنوا كويس جدا. محضره عندي هنا بصلتين متوسطين مقطعاهم صغير جدا جدا، ممكن كمان تبشروهم. البهارات بتاعتي بقى عباره عن نص مكعب من مرق الفراخ، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. مش هحط اي حاجه تاني لان الشوربه بتاعتي اصلا كلها متبهره. وحطيت بقى فص توم مفروم، بيدي طعم رهيب جدا للفريك. مجهزه بقى هنا عندي كوبايتين ونص من الفريك، منقيهم كويس جدا وغسلاهم، ما نقعتش الفريك بتاعي ولا اي حاجه. هشوح بقى الفريك مع البصل والثوم كده لمده 10 دقايق على نار هاديه، وده اللي هيخليه مفلفل وطعمه حلو جدا. عندي الشوربه بتاعتي بقى، دي شوربه الفراخ. بعد ما الفراخ استوت خدت الشوربه بتاعتها وصفتها، وهسقي بيها هنا الفريك. هنا الفريك بالظبط هنسقيه اكننا بنسقي الرز، بس هنزوده شويه يغلي وهنوطي النار. هندوق بقى الملح بتاعه نشوف محتاج اي حاجه. هنا لقيته محتاج ملح، حطيت نص معلقه صغيره جدا من الملح. وهسيبه بقى على نار هاديه يستوي. مش قادره اقول لكم طعمه خطير. يلا بينا بقى نعمل الكشك. ده اسمه بقى كشك المظ، بيبقى بصوا طعمه حلو قوي. عندي بقى حله هحط فيها 4 معالق كبار من الرز، بما يعادل ربع كوبايه رز مغسوله. تقدروا تزودوا الرز براحتكم، بس انا ما بحبش الرز كتير. هنزل عليها بقى بكوبايتين من الشوربه يغلوا، واوطي النار لحد ما الرز بتاعك يستوي تماما. بعد ما الرز بتاعي يستوي هكون مجهزه بقى كوبايه لبن وكوبايه شوربه. هدوب فيهم معلقه كبيره من النشا. كنت الاول بعمله بالدقيق، بس النشا عايزه اقول لكم بيخليه كريمي وحلو جدا. وهفضل اقلب فيه على نار هاديه لحد ما يتقل معايا زي الرز بلبن بالظبط. بعد كده هكون محضره طواجن او اطباق وهغرفه فيهم. وهعمل بقى عليه حاجه دي اختياريه، يعني لحد كده في ناس بتاكله كده، انا بقى بحب اعمل فيه شويه تقليه كده بتبقى فظيعه قوي. معلقتين من السمنه، وبصلايه متوسطه متقطعه صغير، وشويه ملح يعني ربع معلقه صغيره ملح، ورشه فلفل اسود حاجه بسيطه. اول ما البصله بتاعتي تغمق انزل بقى على كل طاجن كده بالسمنه والبصل، بتدي طعم رهيب. وبس كده، احلى فريك وفراخ محمره وكشك وملوخيه. الملوخيه هنزل لكم طريقتها في صندوق الوصف. الفراخ عندي هنا حمرتها، حطيت معلقتين من السمنه ومعلقتين من الزيت في طاسه، ونزلت بالفراخ بتاعتي على نار متوسطه لحد ما خدت اللون الذهبي الحلو قوي ده. شايفين الفريك مفلفل ازاي؟ طعمه حلو قوي وريحته كانت فظيعه. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واكون قدرت اقدم لكم معلومه سهله ومفيده. مع السلامه.